قاد كريم بنزيما ناديه اتحاد جدة للفوز ب2-1 على الترجي التونسي اليوم الخميس في مستهل دور المجموعات لكأس الملك سلمان. ثنائية اتحاد جدة حملت توقيع عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما في الدقيقتين 35 و53. أما هدف الترجي سجله اللاعب أسامة بوكرة في الدقيقة 26. المباراة كانت رائعة وتنافسية، لن أطيل عليكم، أترككم مع ملخص المباراة. اليسار إمكانية التسويب والركنية، ركنية للترجي من حسام تقاع. ترجية تقاع يوزع، هذا رومارينو والخطورة، التسويب وأمانا لممش، عمر صغير خروج بالكرة يوزع. أصبح الحارس الأول بعد إيصال لحظات أفضل. هذه كرة بدار بوشنيبة، كرة ضاعت، فرصة أخرى. كريم أمامنا رومارينو ونونو إسبيريتو سانتو المدرب البرتغالي. 9 حامد تصل له الكرة ديناميكية للاعب منتخب النيجر يوسف أومارو. يوسف أومارو سجل 8 أهداف هذا الموسم. أخرى لفريق الاتحاد، التفاف دفاعي للترجي، لا جديد يذكر، لا قديم يعاد على مستوى النتيجة. التحفظ على المستوى الهجومي، رومارينو والمخالفة ضد أومارو كابتن الفريق. رومارينو أمامنا يتجاوز كريم بنزيما، نيجيري يعدي ودفاع، التسويب، جول رائع. أسامة بوكرة أشعل النار في دفاع الاتحاد. أسامة بأجمل علامة، زعيم البطولة العربية بأقدامه القوية. الترجي كبير الكبار، أقدامه نار يا حبيبي نار. كرة الدلال، كرة الجمال لأسامة بوكرة، للفخامة، عنوان الترجي يا رومارينو. كورونادو من شيء عجب، وهابي حول أهدافه بالألوان الحمراء والصفراء. انتظار بوشنيبة، تصل بوشنيبة يوزع على هذه النتيجة، والترجي بالدفاع، كلمة امتياز للدفاع. بنزيما يراوغ يوزع، وحمد الله جول، حمد الله جول في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. بنزيما في التوزيع، حمد الله في الشباك، هو الفتاك، حمد الله المغربي، حمد الله المتعدي. لا تلف ولا تدور مع النمور، العميد كالعادة حديد في حديد على الميدان، يفعل ما يريد. هذا هو كريم. في المباراة الدولية مع المنتخب الفرنسي، لاعب تشيلسي اللي طالب حمد الله، زكريا، بنزيما
حمد الله عدي طارق حامد يقارب بنزيما عالمي بنزيما العالمي كرة ما ثماش من زمن العمالقة، كرة غدارة، كرة نارية لأصحاب الكرة الذهبية. هذا هو رفيق دعوة اتحادية زكريا وساوي دار كورونادو بعيد الكرة وممش تيز مدلة حمد الله يفتك الكرة رايد بوشنيبة اتحاد صالح العمري كان كريم بنزيما خروج الثنائي زادام. قميص برشلونة الاحتياطي يحدث ضجة جماهيرية. أزاح برشلونة الستار اليوم الأربعاء عن قميصه الثاني الذي سيرتديه الموسم المقبل، ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة فإن القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني سيكون باللون الأبيض كاملا خلال موسم 2023-2024. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن قميص برشلونة الاحتياطي أحدث ضجة بين جماهير البارسا في جميع أنحاء العالم بسبب اللون الأبيض السائد، وهو لون قميص الغريم ريال مدريد. ومن المقرر أن يرتدي برشلونة القميص الجديد خلال ودية أرسنال المقرر لها فجر غد الخميس ضمن جولة الفريق في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد. عزيزي المشاهد، هل ترى قميص برشلونة الاحتياطي الجديد الأبيض تقليدا للفريق الملكي أم أنها مجرد صدفة؟ وهل يمكن للإدارة الكتالونية الاستماع لنبض الجماهير وتغيير اللون الأبيض إلى لون آخر؟ ننتظر إجابتك وتفاعلك في التعليقات. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك. نشكرك على حسن المتابعة وإلى اللقاء.